السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. معكم أم أنس من قناة أنس الحياة. النهاردة هنكمل بقية الشنطة دي. احنا كنا اشتغلنا ليها جزء قبل كده، وده الجزء التاني بإذن الله هنكملها ونقفلها النهاردة ان شاء الله. تكون سهلة وبسيطة نقدر كلنا نشتغلها. نوت انا بعد ما خلصت الجسم بتاع الشنطة والجناب وقفلت الحلقات، هبتدي اركب البطانة. انا بزود عن البطانة حوالي نص سنتي من كل جنب عشان خاطر اقدر اتنيه، لان الخيط دوت بيقعد يتسلسل معايا. ساعات بشتغله اوفر، بأفر القماش، وساعات بتنيه زي كده. تمام، فعلى حسب امكانياتك انت يعني. تمام، ادي انا اهو تنيت هنوت في الجنب. هبتدي بعد كده اسرجه بالخيط والابره عادي، او بشتغل غرزه سحريه. بدخل اول حاجه زي ما انتوا شايفين كده في الخيط من تحت اللي انا كنت شغاله بيه. بعد كده بدخل بالابره في القماش. تمام، انا كده بثبت الخيط والابره بتوعي. حلو كده. ببتدي بقى اهو زي ما انتوا شايفين بشتغلها غرزه راجة، غرزه سحريه، اللي يريحك زي ما قلت لك. تمام كده اهو. شايفين ازاي؟ انا هكمل. بصوا، باجي في كل جنب بتني طبعا الزيادة. نوت بعد ما خلصت الجنبين كاملين وكنت خلصت الشيت بتاع الشنطة كامل برضو كده، هو جاهز على التقفيل. هبتدي اطبع الجنب على جسم الشنطة بايديا، وهبتدي في الفتحة دي اللي هي بتاعت الشبك اللي في الطرف من كل جنب هقفل. تمام، بصوا ازاي دخلت بالابرة في اول واحدة هنا واول واحدة هنا. حلو. وطبعا هخلي معايا زيادة من الخيط، هو طبعا شديد شوية في الشد لان بيكون داخلة في المربعات دي قبل كده بالخيط، وبيكون فيه بطانة معايا، فبيكون الخيط شديد شوية. بصوا الزيادة ديت انا بخليها ما بين الجسم بتاع الشنطة والجنب، بحطها في النص. تمام، بحيث ان اشتغل عليها فتمسك معايا الخيط. تمام، ادي هرجع ادخل تاني فيه هو نفس المربع مرة كمان. تمام، شايفين الابرة الجديدة ازاي بتدخل بصعوبة اصلا. انا هبتدي اشتغل في كل مربعين قصاد بعض، هما المربعين هيكونوا قصاد بعض على طول. انا هدخل فيهم بالابرة مرة واحدة. حلو. في كل مربع هدخل مرتين بالابرة. تمام، لازم في كل مربع يكون فيه خيطين، مرتين لفتين. تمام، انا هنا كده في المربع الاولاني دخلت اللفه الاولانيه اللي هي بتاعه الخيط بدايه الشغل دي اللي في النص، والمره التانية دي اللي هي ايه شديتها على الشبك ثبت بيها الشغل. تمام، بعد كده هبتدي ادخل في المربع اللي بعديه اللي هما اهو قصاد بعض. دي اول مره، وهدخل بعديها مره كمان. يبقى انا كده خلصت من المربع التاني. هدخل في المربع اللي بعده نفس النظام، وهكذا وهكذا. في كل مربع هدخل فيه مرتين بالخيط. تمام، بخلي الخيط معايا ورا الشغل. تمام، ورا الابرة. طيب انا اهو خلصت. هدخل في المربع اللي بعده. بصوا، ادي دي اول مرة الخيط معايا ورا الابرة. تمام، هدخل برضو بعديها تاني كمان مرة، وهكذا. هفضل اقفل كده حتى بعد ما اخلص الجناب. الغطا بتاع الشنطة برضو في المربعات اللي فاضية هتشتغل في كل مربع بالخيط مرتين، لفتين على كل مربع بالخيط بدخل جواه. تمام، اهي دي المرة التانية في المربع نفسه. حلو كده. اهو المربع الجديد، دي اول مرة
شايفين الابرة بتكون صعبة شوية بس في الدخول، عشان خاطر المربعات دي بكون شغالة فيها قبل كده زي ما قلت لكم. دي اول مرة، ولازم اتأكد ان الخيط ورا الابرة عشان يدي معايا اللفة. لما مجرد بلف على الشغل بثبته. تمام. ادي اهو الخيط معايا ورا الشغل، وادي المرة التانية في نفس المربع. حلو كده. انا في كل مربع بدخل مرتين. ده اساس التقفيل. على فكرة التقفيل ده في اي شنطة بنفس النظام. هنا هو خلصت الصف، وجيت في اخر مربع تحت في الجنب. تمام. ده بقى هشتغل فيه 4 مرات، هدخل فيه بالخيط 4 مرات، مرتين في المربع اللي قصاده. تمام اهو زي ما انا شغالة عادي. ادي اول مرة. تمام كده. اهي دي اول مرة. حلو. انا والله ماشية هنا اهوت بطيء خالص، مش عايزة اسرع عشان كله يشوف الحتة دي، ان هي دي اللي بتدينا التانية بتاعت الشنطة. تمام. في الزاوية دي المرة التانية كده. ايه، انا خلصت المربع اللي قصادها. حلو. دخلت فيه مرتين. هرجع ادخل في الزاوية المرة التالتة، الزاوية بتاعت الجنب بتاع الشنطة اهو. بصوا دي المرة التالتة كده عشان تكونوا شايفينها كويس. تمام. هدخل بقى فين؟ في الجسم بتاع الشنطة، في المربع اللي بعديه اللي عليه الدور. تمام اهو. شايفين ازاي؟ مربع جديد في الجنب، وهو هو بتاع الزاوية بتاعت جنب الشنطة. يعني هنا في جنب الشنطة انا دخلت في المربع ده كده المرة التالتة، بس في الجسم بتاع الشنطة المربع ده جديد. اللي قبليه اللي هو كان قصاد الجنب دخلت فيه مرتين، ودي المرة التالتة بدخل في مربع جديد. تمام. يا رب الفكرة تكون واصلة. إيه تاني؟ الزاوية اخر حاجة في اخر مربع في الجنب بتاع الشنطة ذات نفسها بدخل فيه 4 مرات، مرتين في المربع اللي قصاده ومرتين في المربع اللي بعديه، عشان يديني الكيرف او التانية بتاعت الشنطة، بتاعت القاعدة بتاعت الشنطة. انا كده هبتدي ادخل في القاعدة دي المرة التانية بقى في في المربع التاني، والمرة الرابعة هنا في جنب الشنطة. حلو. بصوا هتلاقي معايا بعد كده الشغل التاني. انا بقيت الصف هكمل عادي في كل مربع هنا وهنا بدخل مرتين بالابرة عادي زي ما اشتغلت الشغل من الاول، وهاجي برضو في الزاوية بتاعة الجنب الناحية التانية هشتغلها برضو 4. خيطين هيخشوا في المربع اللي قصاد الزاوية، والخيطين التانيين في الجنب التاني. ببتدي اقفل بعد كده تقفيل عادي زي ما قلت لكم. انا حتى الجسم الغطا بتاع الشنطة بدخل في المربعات بتاعته مرتين مرتين مرتين. هي بس في كل زاوية في الجناب بتاعة الشنطة هي اللي بدخل فيها 4، مرتين في اللي قصادها ومرتين في اللي بعديها. انا كده عدت كتير الشرح دوت. هنا هوت بقى كنت خلصت، يا رب حتة التقفيل تكون وصلت. انا قعدت اعيد وازيد فيها اعيد وازيد فيها بكذا طريقة مختلفة. هنا هو ركبت السلسلة بتاعت الشنطة هيت في الحلقات بتاعت الجناب اللي كنا ركبناها مع بعض الفيديو اللي فات. تمام. وهبتدي بعد كده اركب القفل بتاعي. اللي شايف الفيديو معايا لحد الان ما تنسوش اللايك، والله عشان الناس كتير ما بنزل الفيديوهات بيقولولي ما شوفناهاش، لان الفيديو بيترفع من لايك، فما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة طبعا. هنا هو بشوف نص الشغل بتاعي فين بالظبط، ببتدي احط القفل. تمام. وتحت بضغط برضو عشان خاطر اثبت القفل بتاعي. تمام. هفتح هنا اهوت. انا هنا عرفت النص بتاعي فوق فين والنص بتاعي تحت فين. هبتدي هنا اهوت تحت في حدتين في ورا القفل في ظهر القفل هما ظاهرين على ما اعتقد كده. هبتدي اضغط بيهم في قلب الشبك. تمام. طبعا بحاول اظبط زي ما قلت لكم في نص الشغل ويكون معايا مظبوط. اديني ضغطت كده اهوت عليهم. باجي الحدتين اللي من فوق من ورا
بقعد اتك عليهم من ورا لفوق، بدخل في قلب الشنطة بايديا كده اهوت من جوه واضغط عليهم لفوق عشان خاطر يثبتوا. والحديدة اللي من تحت برضو دي اللي دخلت معايا لجوه في الشبك، دي بضغط عليها لتحت. تمام، بقفلها لتحت. الناس اللي شغالة شنط كروشيه وكلام من دوت هتكون فاهمة معايا انا بتكلم في ايه. تمام. هنا هوت بظبطها برضو تاني عشان فلتت مني، وبتك عليها بالزرادية بعد كده عشان اضغطها واقفلها اثبتها معايا. ادي اهو انا كده هنا اهوت بثبتها. تمام. ان شاء الله الشنطة تكون عجبتكم وتطبقوها معايا. طبعا انتي الالوان حضرتك اللي عجباكي هتقدري تستخدميها. انا هنا ديت الزبونة هي اللي كانت طالبة الالوان دي، فانتي وذوقك بقى في الالوان وانتي واختيارك. آه انا خلصت الشنطة اهي. هي مش محتاجة حاجة طبعا، شغل خطوط زي اطار كده هو بشتغله داير ما يدور بخطوط مايلة، مش اكتر من كده. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولسه مكملين فيديوهات كتير عن الشنط، وعايزة رأيكم في التعليقات. متنسوش اللايك يا جماعة.